نيمار، ويا الله على نيمار وجمال كورة نيمار. أظن إن كلنا متفقين إن نيمار عنده موهبة عظيمة، وإن هو الوريث الشرعي للساحر رونالدينيو وللمتعة البرازيلية عموما. نيمار بدأت قصته في الكورة من وهو عنده 11 سنة في أكاديمية سانتوس. نيمار في سانتوس ما كانش مجرد ناشئ، ده كان براند وصيته كان واصل لأوروبا. تخيل إن ريال مدريد حاول يوقع معاه وهو عنده 14 سنة، بس إدارة سانتوس كانت واقفة لهم بالمرصاد عشان تحافظ على موهبتها الأبرز نيمار ديلا سونتو جونيور. نيمار بدأت رحلته مع الفريق الأول في 2009 وهو عنده 17 سنة، وخلال 4 سنين قضاهم مع نادي سانتوس لعب فيهم حوالي 225 ماتش وسجل 136 هدف، ارقام مرعبه لجناح في السن ده. اهم انجاز لنيمار مع نادي سانتوس كان تحقيقه لكاس الليبرتادوريس في موسم 2011-2012، واللي ما يعرفش قد ايه الانجاز ده عظيم فنادي سانتوس ما حققش الكاس ده من ايام بيليه في موسم 63. وفي نفس السنه دي بياخد جائزه بوشكاش لجائزه اجمل هدف في الموسم. وعشان الارقام دي كان لازم ولا بد انديه الصفوه تتنافس عليه في اوروبا، وفعلا ده اللي حصل. وبتكون الخناقه بين اتنين وهما الريال وبرشلونه، اعلامين فيهم اللي هيضم الموهبة الأبرز في العالم، بس برشلونة هي اللي بتنتصر وبيظفروا بخدماته في 2013 وكان عنده وقتها 21 سنة. وشفنا مع وصوله لبرشلونة إن الثلاثية التاريخية لبرشلونة هتكون اكتملت، لأن نيمار ميسي سواريز مع بعض هيكونوا الMSN.